لا، محتاجة قوة تحميها. هو الرئيس بيعمل كده ليه؟ بقالنا 12 سنة عمالين نرتب ونبني ونعمر ونعمل كباري ونعمل أنفاق ونشتري أسلحة، وطبعا مليون ألف سؤال. ليه؟ ليه احنا مهتمين بالعمارة، وليه مهتمين بالشوارع وبالمترو وبنية تحتية وتبطين ترع وحاجات مشاريع كتيرة قوي داخل المواطن المصري معانا فيها، وعمال كل انتقادات يقول ايه ده، انا شايل العبء ده كله ليه، وانا بعمل كل ده بسرعة ليه؟ دلوقتي والنهاردة ظهر الفيلم اللي كنا بنرتب له، اللي هو عبارة عن أجزاء كتيرة قوي. ومن الصعب طبعا وانت بتعمل فيلم متكامل الأحداث إنك تبدأ تشرح بعد كل ما تصور نقطة للي بيتفرج على الفيلم أنا كنت بعمل الحتة دي ليه. القصة إن مصر كانت عندها رؤية، ورؤية صادقة وتكشف للأحداث لل 12 سنة 13 سنة اللي فاتوا دول، وكانوا بيعملوا وفقا لجدول زمني خارق، وما كانوش عندهم اي وقت لا يشرحوا ولا يتكلموا ولا نقعد نتكلم نقول اصل بنعمل دي لا، وفين رغيف العيش وفين المواطن الضعيف. طبعا كل ده فوق دماغنا، لكن الفقير المحتاج ده محتاج وطن يعيش فيه، محتاج اهل يطبطبوا عليه. هو ده اللي عملته الدولة المصرية واهتمت بيه. كل استثمار يحتاج الى قوة رادعة تحميه، وكل شعب محتاج جيش قوي يحتضنه، وهو ده اللي حصل، والرئيس اشتغل عليه من دي 1 معانا. فأرجوكم خلوني كده اشرح لكم التسلسل واحدة واحدة مشيت ازاي لحد ما وصلنا، لان احنا بنقول كلمتنا نو، لا، ومفيش حاجة اسمها دخول أراضينا، أراضي سينا مصرية، وعندنا إرادة. مراحل تكوين الإرادة والشخصية المصرية تمت وحدثت خلال ال 12 13 سنة اللي فاتوا دول. هم دول كانوا المحور الأساسي اللي في ذهن صانع القرار وقائد هذه الدولة، اللي أنا بشكره النهاردة من موقعي ده من كل المواقف اللي عملها، وكل اللي تحمله من نقد من القوى المعادية ولا التيارات اللي مش فاهمة الداخلية من شعب مصر. دلوقتي كلهم دخلوا ومعانا في نفس اللوبي، وكلنا بنسقف لمصر وواقفين ورا مصر، وكلنا شخص واحد، كلنا مصري واحد، مفيش فرق بيننا في اتجاهات ولا طريقة تفكير. أرجوكم اسمعوا التحليل واحدة واحدة كده وخلينا نناقشه.